السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد من أنا وكسبتي. معكم سفيان. اليوم غادي نشارك معكم رحلة طويلة بديناها من دابا شهرين، رحلة الاختيار، العناية والتحضير لأضحية ديال العيد الكبير خطوة بخطوة. الصباح بكري شدينا الطريق لسوق المنابهة، السوق المعروف بالسردي. مشينا نقلبو على خرفان مأصلين وقابلين للتسمين، واخا العيد باقي ليه الوقت، ولكن الخدمة كتبدا بكري. درنا في السوق، شفنا، سولنا، حتى لقينا هاد الخرفان اللي قنعتني الجودة ديالهم، وخديت مجموعة اللي غادي نوجدوهم من دابا للعيد ان شاء الله. ومنين وصلنا للفيرما بدات الخدمة ديال بصح. اول حاجة درناها هي العزل، وهي اول خطوة في البروتوكول اللي كنتبعوه مع اي بهيمة كتدخل جديدة. كنحطو الخرفان بوحدهم باش نتفاداو اي مرض او فيروس يدخل الجديد. من بعد كنديرو الباراج ونقيو ليهم الرجلين ونحيدو داك الوسخ اللي كيجي من السوق. من بعد كنعطيوهم دواء المرارة باش التغيير ديال العلف ما يدير لهم حتى مشكل. كنعطيو كذلك دواء ديال الطفيلية الداخلية والخارجية بحال اطلاميك، ولكن اي طبيب بيطري يقدر يعطيك النوع اللي يناسب الحالة ديالك. المهم هي الوقاية. ومن بعد كنزيدو مضاد حيوي باش نحميو القطيع ديالنا اكثر من اي بكتيريا ممكنة. الغدلي مع الصباح بكري كنحرصو ما يكونوش الخرفان واكلين، وكنعطيوهم الرايب. كنخليهم 3 سوايع بلا ماكلة باش الا كان فيهم شي دود ولا شي حاجة تخرج. ومن بعد كنعطيهم اول وجبة اللي كتكون هي التبن. من بعد ساعتين كنعطيوهم الماء، وفي العشية نفس العملية، التبن والماء، والغد ليه نفس العملية. ونهار على نهار كنبداو نزيدو في العلف شوية بشوية. كنعطيوهم حتى الفيتامين بوستر لمدة 7 أيام باش الجسم يتقوى ويتأقلم مع الوسط الجديد. وبالنسبة للأسماء ديال الأدوية أنا ما كنذكر حتى ماركة وما كندير إشارة لحتى نوع. الطبيب البيطري هو اللي كيحدد النوع اللي مناسب ليك. أنا هنا كنشاركو معاكم البروتوكول اللي خدام معايا من أول نهار وعطى نتائج مزيانة. ومن بعد الصحة كنمشيو للراحة ديال الخرفان. خصنا نوجدو ليهم الكوري فين يكونوا. خدينا هاد البلاصة اللي كان فيها التبن من قبل، خويناها، شطبناها ورشينا الحيوط والأرض بالفورمول، وخليناها حتى الغد ليه. غسلنا الحيوط، جيرناهم وفرشنا الجير غبرة من التحت باش نضمن الخرفان بلاصة نقية ونتفاداو تكاثر بويضات الدبان. وبالنسبة للروتين الغذائي اللي متبعين معاهم تقريبا بحال الكسيبة كاملة، نفس الروتين كيتعاود. كل نهار كنعطيو الخرفان التبن هو الأول، من بعد كنعمرو ليهم الماء مع الفيتامين سي فاش كيكون الحرارة. موراها كنعطيوهم خلطة الأعلاف اللي كتكون وجدناها قبل. كنعبرو كل مكون بوحدو من الصوجا والتمر والشعير والذرة إلى آخره، وباش ما نتلفوش يبقى كلشي منظم كيكون كلشي مسجل. وهكا كنبقاو متابعين مع الكسيبة خطوة بخطوة، وبهاد الطريقة كيكون كلشي منظم وكنعرفو كل فرد شحال كياكل وشنو الاحتياجات ديالو. والحمد لله البروتوكولات اللي متبعينهم فانا وكسيبتي وحتى النظام الغذائي بداو كيعطيو النتائج ديالهم كيف كتشوفوا. ومن هنا للعيد ان شاء الله غنكون وفرنا لكم اضاحي مزيانه بجوده عاليه، ونتمناو نكونوا على حسن الظن ديالكم. بالنسبه للناس اللي كيقولوا لي طلع العيد، حنا الحمد لله الخدمه ديالنا ما مرتبطاش غير بالعيد. حنا كنديروا اللي علينا والتيسير كيبقى من عند الله. نتمنى يكون هذا الفيديو عجبكم. خليو لي التعليق ديالكم، وتابعونا في الصفحات انا وكسيبتي باش تتبعوا معنا يوميات خرفان السردي والكسيبة كاملة.